هنتكلم عن رحيل بعض اللعيبة الأجانب الموجودين في النادي الأهلي حاليا تمهيدا للصفقات اللي جاية في يناير. طبعا الصحفي محمود شوقي قال الأجنبي الوحيد اللي ضمن مكانه في النادي الأهلي هو محمد علي بن رمضان. طيب مصير باقي اللعيبة إيه؟ هقول لك، بس قبل أي حاجة يا معلم ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك ما بيكلفكش حاجة، فما تبخلش عليها بالاتنين. هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتغيير معظم الأجانب الموجودة حاليا، وفي حال وصول عروض بيع أو إعارة سيغادر أكتر من لاعب. بالنسبة لأشرف داري، الأهلي لن يمانع في رحيله في حال وصول عرض مناسب. معنى كده إن أشرف داري مفيش قرار حتمي على رحيله. بالنسبة لأشرف داري احنا عايزين يمشي من اللحظة دي، ولكن لسه مفيش قرار حتمي أو مفيش عروض لسه وصلت لأشرف. أما جريديشار في حال وصول عرض مناسب هيمشي، خاصة إنه جاله عروض إعارة قبل بداية الموسم الحالي، ولكن الأهلي رفض لعدم وجود بديل لجريديشار. بالنسبة لبن شرقي، هناك صدمة داخل النادي الأهلي من مدى تأثيره مقارنة بموهبته، وهيتم تقييم اللاعب الفترة الجاية، وفي حال وصول عرض مناسب شرط إنه يكون عرض عربي قد يتم الاستغناء عن أشرف بن شرقي. طبعا بالنسبة لأليو ديانج، بنسبة 80% أليو ديانج خارج القلعة الحمراء في يناير القادم، لأن اللاعب اتفق خلاص مع نادي خليجي، يا إما في الدوري القطري أو في الدوري الإماراتي، بمبالغ مالية عالية جدا جدا جدا. ووصل معلومات للنادي الأهلي إن اللاعب خلاص اتفق، والمعلومات مؤكدة 100%. إذا النادي الأهلي في الوقت الحالي هيغير بعض الأجانب. أنا من توقعاتي أشرف داري وأليو ديانج خارج النادي الأهلي، وبعض التقارير بتقول إن أوجستين منصور بديل لأليو ديانج. بالنسبة لأشرف داري بديله لسه ما نعرفوش، وبعض التقارير بتقول محمود الجزار، وبعض تقارير تانية بتقول اللاعب السنغالي حمادو لامين كامارا. ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى في تقارير جديدة وتصريحات جديدة هنزلها لك اول باول. اي معلومة تنزل عن النادي الاهلي هنزلها لك اول باول. بس كده، دي كان نهاية معلوماتي، واستناني في اخبار جديدة. سلام.